النهاردة بقى جايبالكم ماسك بديل للفرد لتنعيم الشعر، هيخلصك من النفشة ومن الهيشان. أول حاجة هتجيبي علبة زبادي، وهتجيبي بذور كتان وسمسم وتطحنيهم كويس بالمطحنة بعد ما تنخليهم علشان تتأكدي انك اتخلصتي من كل الشوايب اللي موجودة فيهم. وبعدين هتحطي على الزبادي معلقتين كبار من بذور الكتان ومعلقتين كبار من السمسم، والاتنين يكونوا مطحونين زي ما قلنا. وهتضيفي عليهم معلقتين من زيت جوز الهند، وكمان هتزودي معلقة من العسل. اخلطيهم كلهم كويس جدا لغاية ما يمتزجوا. ودلوقتي بقى وزعيهم على شعرك من الجذور للأطراف، ولفيهم بكيس بلاستيك وسيبيهم ساعتين، ويفضل ان انت تكرري الوصفة دي مرتين في الأسبوع. اما بقى الوصفة التانية فهي بروتين طبيعي هيغنيكي عن استخدام السشوار خالص. هتجيبي معلقتين من المايونيز، وهتضيفي عليهم معلقتين زبادي، وكمان هتزودي معلقة من القهوة ومعلقة من زيت السمسم. اخلطيهم كلهم مع بعض ووزعي الماسك ده على شعرك. سيبيه على شعرك نص ساعة وبعدين اغسليه وكرريها مرتين في الأسبوع. ولو عندك بقى شعر أبيض وعايزة تضيعيه، يلا بينا واعملي معايا الحنة دي. هتجيبي كوب من الشاي وكوب من منقوع القرنفل وعصير ليمونة ومعلقتين كاكاو ومعلقتين نسكافيه. اخلطيهم كويس جدا مع بعض وضيفي عليهم الحنة. دوبي الحنة معاهم لغاية اما تختلط تماما، وغطيها علشان تخمر ليلة كاملة. وتاني يوم هتضيفي عليها معلقتين من الزيت، ويفضل يكون زيت جوز هند، ومعلقتين من الزبادي. وزعيها على شعرك من الجذور للأطراف وسيبيها 4 ساعات وبعدين اغسليها. ولو عايزة بقى تطولي وتكثفي شعرك زي الشعر اللي انتي شايفاه قدامك ده، يلا بينا اعملي معايا الوصفة دي بسرعة قوي، ونتيجتها على فكرة بتظهر من أول شهر. وطبعا من شكلها ومن لونها عرفتوا هي عبارة عن ايه. عملناها كتير قبل كده مع بعض، وفعلا جابت نتيجة مع بنات كتير جدا. اول حاجة هتجيبي اكليل الجبل علشان هو بيطول الشعر كويس جدا، و3 ورقات من ورق الغار، وشوية من الحبة السوداء عشان تقوي البصيلات بتاعة الشعر، وهتضيفي عليهم ماء بارد. سيبيهم على النار لمدة 20 دقيقة، أو أول ما يغلوا غطي عليهم بغطا على طول وسيبيهم يبردوا وعبيهم في بخاخة. مش لازم تغسلي شعرك بعده. اما بقى لو عايزه تطولي شعرك بسرعه جدا، اكيد هتعملي منقوع اكليل الجبل والقرنفل. هتجيبي معلقتين اكليل الجبل وعليهم معلقتين من القرنفل، بس لازم يكون عدد فردي. تحطي عليهم ماء مغلي وتسيبيهم ليله كامله. تاني يوم هتصفيهم وتعبيهم في بخاخ وترشيه على جذور شعرك. ولو عايزة وصفة هندية تعقم الشعر، هتجيبي زيت جوز هند وهتحطي عليه 3 ل4 نقط من زيت شجرة الشاي. هتخلطيهم مع بعض وتاخدي بقطنة وتمسحي جذور شعرك. هتعقم لك شعرك وهتساعد على طوله. يفضل انك تغسلي شعرك بماء بارد بعد. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو في كل مكان عشان يوصل اكبر عدد من البنات، وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم مني كل جديد اول باول. ولو عندك اي استفسار سيبيهولي في كومنت، واول ما اشوفه هرد عليه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.